وفاة الكوميديان محمد المسيح المراقشي وآخر لحظات حياته في مستشفى مراكش. سبب الوفاة وأبرز إنجازاته الفنية. النهارده بنودع الكوميديان المغربي الكبير محمد المسيح اللي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى مراكش. بمستشفى في مدينة مراكش. محمد المسيح كان من الرواد في الحلقة في ساحة جامع الفناء، المكان اللي قدم فيه سنين طويلة من العروض اللي كانت دايما بتجمع الناس وتدخل البهجة والضحك على قلوبهم. محمد المسيح كان ليه أسلوب فريد في الكوميديا بيجمع بين التراث الشعبي والفكاهة اللي تبعه من الثقافة المغربية الأصلية. الناس اللي كانت بتتفرج عليه دايما كانت بتستمتع بأدائه وتفاعله هو المميز اللي خلاه يبقى جزء من ذاكرة ساحة الجامع الفناء. وعلى مدار مشواره الفني قدر يكسب شعبية كبيرة لدرجة إنه حصل على جائزة أفضل حلاقي في المغرب تقديرا لموهبته ومهارته. لكن للأسف في الفترة الأخيرة محمد المسيح كان بيعاني من مشاكل صحية بسبب مضاعفات مرض السكر وأزمات في المسالك البولية. وبالرغم من المعاناة اللي كان بيتحملها في صمت لغاية ما غادر عالمنا النهارده وساب لنا فراغ كبير. الجنازة خرجت العصر النهارده في مسقط رأسه بمراكش، ونتمنى له الرحمة والمغفرة ونسأل ربنا يصبر أهله ومحبيه. محمد المسيح هيبقى دايما في قلوبنا، وأعماله اللي رسمت البسمة هتفضل عايشة معانا، ودايما فاكرين إن الفن الجميل اللي قدمه للناس هو الإرث اللي هيسيبه وراه.